النهاردة يا أصدقائي هنتكلم عن ألمانيا، هنجيب في سيرتها مع بعض كده شوية. والنهاردة مش هنتكلم عن دعمها للألوان، ومش هنتكلم عن اللي عملته الوزيرة اللي المفروض تطبق القانون بمخالفتها للقانون في مدرجات كأس العالم في قطر، ومش هنتكلم عن محاولة الانقلاب الفاشلة اللي كانت هتحصل. وده مش معناه ان المواضيع دي مش مهمة، ده معناه ان احنا هنتكلم في المواضيع دي بس مش النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا من تاريخ ألمانيا ومن تاريخ العالم. هنتكلم عن الدكتاتور السياسي وعن صانع الأوهام. هنتكلم عن أدولف وجوزيف. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. أهلا بكم هنا في كلام علام. لو حابب تعرف كل المفيد فأنت جيت في المكان الصح. أنا أحمد علام، وهنا هتلاقي كل حاجة مفيدة وكل حاجة تهمك. خليك معانا، وعشان ما طولش هنخش في الموضوع. في ملاحظة جات لي إن أنا بتكلم في التاريخ كتير وما بتكلمش عن حاجات بتحصل في العصر الحاضر إلا قليل، ودي ملاحظة حقيقية. فلنقرأ التاريخ بكل تجاربه، فقد نحتاجه أقرب مما نظن. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق لما ترشح للانتخابات الأمريكية كانت حملته قايمة على مناهضة المهاجرين لأمريكا وعلى فكرة عودة أمريكا لعصرها الذهبي، ميك أمريكا جريت أجين. وده اداله دعم كبير جدا من اليمينيين واليمين المتطرف. لعب على مخاوف وأوهام جزء كبير من الشعب ومشي على خطى القائد الأعظم، القائد اللي ليه يد في قتل 60 مليون بني آدم، القائد الرومانسي الحالم اللي كان نفسه يطلع رسام، القائد النباتي اللي ما بيموتش حيوانات لكن احتل 11 دولة. هنتكلم عن هتلر. وطالما جبنا سيرة هتلر وانا بدرس اعلام سياسي فاكيد هنتكلم عن مين؟ اكيد قولوا انتوا شاطرين. بالظبط، وزير اعلامه جوبلز. يوزيف جوبلز كان من عيلة مستواها المادي قليل قوي، كان طالب متفوق جدا في دراسته، وكان اهله بيحلموا انه يكون كاهن في الكنيسة. درس الاداب والتاريخ بمنح من جمعيات كاثوليكية. 1921 خد الدكتوراه في الاداب. وقتها بقى كان كاتب وصحفي، وكان ليه كتابات كتيرة مناهضة لليهود والشيوعية، وكان ضد الحداثة. يعني نقدر نقول ان كان فكره محافظ جدا. وطبعا نقدر نفهم ان دوت كان اول تلاقي فكري ما بين افكار هتلر وافكار جوزيف. قرأ كتاب كفاحي للزعيم طبعا واعجب بيه جدا، وعمل كمان شوية مقالات دفاعا عن الكتاب وافكاره. حاول في المقالات ديت انه يفهم الناس ايه الفرق بين اشتراكية هتلر والاشتراكية بتاعت ماركس، وكل دوت قبل ما يقابل هتلر شخصيا. وفي سنة 1926 تحققت المعجزة وقابل زعيمه المفضل، قابل هتلر. وطبعا بعد ما اتكلموا مع بعض حصل تقارب فكري كبير جدا، وفي السنة ديت كمان عينوا هتلر رئيس شعبة حزب العمل القومي الاشتراكي في برلين في العاصمة. مش كده وبس، ده اداله كمان كل السلطات علشان يقدر يسيطر على الشعبة ويسيطر على القمصان البنية والاس اس. واللي ما يعرفش مين دول القوات المسلحة بتاعة الحزب. ايوه، الحزب كان ليه ذراع عسكرية. جوزيف بقى اول ما مسك الشعبة تألق في الخطابات الجماهيرية، جذب جماهير كتيرة للحزب وبين قدرته على ابتكار الشعارات الرنانة. تصنع من الحقيقة الوهم احيانا، لكن في أحيان أخرى يصنع الوهم الحقيقة، أو هكذا نتخيل أنه حقيقة. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى يا أصدقائي ابتدى استخدام الحرب النفسية والأساليب النفسية للسيطرة على الشعوب. ابتدى تجربة استخدام الدعاية علشان السيطرة على الجماهير، وابتدى الفكر الجديد اللي هو مش بالدعاية نحسن الواقع، لا، بالدعاية نخلق واقع حتى وهو مش موجود. في العادي يعني المفروض ان احنا بنعمل حاجة وبعدين نعمل لها دعاية. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دوت كان اصلا بنعمل الحاجة لخدمة الدعاية. وقصدي هنا بالحاجة كل حاجة بما فيها الخطط العسكرية والمعارك العسكرية وغزو دول احيانا. كان في قاذفة ألمانية مشهورة جدا في الوقت ده اسمها ستوكا. القاذفة ديت كان ليها صوت شبه الصراخ.
والصوت دوت ما كانش ليه اي سبب ميكانيكي او ليه سبب عسكري مثلا. كل القصة ان ده جهاز تم تركيبه على القاذفات ديت علشان يرعب الشعوب اللي بيتم قصفها. هكذا تم الدعاية لهذه القاذفة. نرجع تاني لجوبلز مؤسس مدرسة الوهم. Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung zu erklären. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag. والحقيقة ان الاسس اللي حطها جوزيف هي بتستخدم لغاية دلوقتي في الاعلام. جوزيف مثلا كان شايف ان نظام الدعاية الروسي هو نظام هايل جدا جميل جدا، بس ناقصه حاجة صغيرة: استخدام الترفيه في الدعاية. Es geht nicht an, einem 66 Millionen Volk vorerst die Diskriminierung anzubieten und dann mit ihm auf gleichem Fuße verhandeln zu wollen. الدعاية المباشرة ما بتأثرش في الناس بالعمق المطلوب. كمان كان شايف ان كل شريحة ليها طريقة مستخدمة في الدعاية. يعني النشء والأطفال والمراهقين كان دايما بيلعب على وتيرة القوة والعظمة. الأكبر سنا بقى واللي عندهم مشاكل حياتية أخرى كان بيلعب على مخاوف الناس: الشيوعية، اليهودية. وهو هنا الحقيقة ما خلقش العدو دوت، لكن هو استثمر الخوف دوت في طائفة من الناس بأنه يلعب عليه ويزوده ويكبره. استخدم مخاوف الناس الحقيقية في خدمة نظامه السياسي، في خدمة الدعاية. والحقيقة ان جوبلز برضو واحد من الناس اللي قدروا يستخدموا البوسترات اللي كان مهدرة قبل كده، عرف يستخدمها كويس جدا في نظام الدعاية الخاص بيه. وطبعا الإذاعة. الراديو قبل النظام بتاع هتلر ما يجي كان للأغنياء فقط، وهنا جوبلز استخدم سلطاته وأشرف بنفسه على تصنيع راديو رخيص يكون موجود في كل بيت ألماني. وكان شايف ان كل بيت يمتلك راديو، يعني يمتلك صوتهم، يعني يمتلك جزء من وسائل الدعاية اللي هو بيعملها. طبعا استخدام افلام السينما الترويجية، ولو افلام السينما مش معمول عشان كده، كان في قبل فيلم السينما ما يتعرض كان في شريط اخباري بيتعرض، وكان طبعا بيشرف عليه بنفسه. يعني يا اصدقائي باختصار، لازم كل وسائل الاعلام، كل وسائل الترفيه تكون تحت سيطرته 100% لخدمة الدعاية. وأهمية الإعلام في الوقت دوت ظهرت بشدة مع بداية الحرب العالمية الثانية. قبل الحرب ما تبتدي كان جوبلز موضب أو مظبط أو مهيئ إذاعة برلين كويس جدا، لدرجة إن كل العالم بما فيهم الأعداء كانوا بياخدوا الأخبار من إذاعة برلين، وكانوا بيقولوا أنها الإذاعة الصادقة المهنية. كمان في الوقت دوت عمل مجلة اسمها سيجنال، ودي أول مجلة عسكرية ملونة مهمتها الدعاية للجيش الألماني وانتصاراته. كانت بتنشر بعدة لغات الدول اللي تم اقتحامها أو الدول اللي لسه هيتم اقتحامها. والمجلة غير إنها كانت ملونة، كانت أول مجلة عسكرية يتم استخدام العنصر النسائي فيها علشان يتم جذب أكبر عدد ممكن من القراء. جوزيف جوبلز في الوقت دوت هو الصنايعي. هتلر من الأول خالص هو صاحب فكرة تغيير آراء الناس أو رسم صورة ذهنية عن طريق الدعاية، وكان دوت في الفترة اللي قبل ما يوصل للحكم. وبعد ما وصل للحكم بقى هو السلعة اللي بيتم تسويقها. هتلر في أوقات كتيرة كان بيظهر للناس في وسائل الإعلام قدامه ماكت خرافي حلو جدا وجميل جدا. كان ماكت بتاع العاصمة الألمانية الجديدة. الماكت دوت كان اسمه جيرمانيا، وكان هو اللي بيشرف بنفسه على نظامها العمراني ونظامها الهندسي وتأسيسها. كان دايما يطلع يقول للناس ان دي هتكون عاصمة ألمانيا الجديدة بعد ان يغزو العالم. والحقيقة ان كلامنا على هتلر لسه مخلص، ولسه في كلام تاني كتير، بس خليكم فاكرين ان كل المفيد في كلام علام. انزل اعمل شير ولايك للفيديو، ما تنساش، واستناني الفيديو اللي جاي هنقول فيه كلام في المفيد.